السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو ازاي تضيف بيانات المسافر على ملف التيكت او البنر. أه قبل ما نبدأ اتمنى تعمل لايك للفيديو وتأكد انك مشترك في القناة. اول حاجة بيانات الراكب، طبعا من الحاجات الاساسية اللي لازم نضيفها في التيكت، إن ما كانتش هي الاهم يعني. بعد ما بنخلص نختار الرحلة، بنبدأ إن إحنا نضيف بيانات الراكب من رقم تليفون واسم ورقم جواز. النهاردة هنتكلم على إضافة الاسم ورقم التليفون وبيانات إضافية. أول حاجة تعالى نشوف الكود اللي قدامنا كده. ال NM دوت اختصار لنيم، ده كود ثابت بنستخدمه في آه، إدخال الاسم. بنعرف النظام إن إحنا هنضيف اسم. رقم واحد دوت بيكون عدد المسافرين على التيكت، يعني انت عايز تدخل اسم الشخص الأولاني، سواء انت عندك ممكن يكون عندك مثلا 5 أشخاص على تيكت، فانت بتختار الفرد اللي انت عايزه، سواء 1 أو 2 أو. طيب احنا هنا بنكتب اسم المسافر بطريقة مختلفة شوية. ده ما بيكونش الاسم الأول، ده بيكون اسم الجد. لو بنكتب اسم الجد وبعد كده اسم المسافر، وبنكتب الMR إذا كان ذكر بالغ، اللي هي مستر يعني. هنا شارح اهو. NM نيم اختصار لنيم، وراكب واحد اسم العائلة والاسم الأول. أول حاجة اسم العائلة، بعد كده سلاش الاسم الأول، هو الMR ده اللقب بالشخص. زي تعال نشوف الأمثلة دي كده. هنا عندنا الراكب الأولاني اسمه أهو، ده اسم الجد وده اسم الشخص. مش شرط يعني، انت ممكن تضيف اسمين بس او تضيف 3 بس. يعني انت هو مثلا لو هو آه، اسمه محمود محمد علي، فانت بتضيف علي بعد كده سلاش، بعد كده بتكتب محمود محمد. عندنا هنا برضو دوت الشخص التاني او الراكب رقم 2. هنا بقى في حاجة مختلفة. لو تلاحظ هنا ايه، اختصار لطفل. يعني الطفل والرضيع دول بيكون ليهم حاجة لوحدهم، احنا كنا شارحينها على القناة قبل كده بس هنشرحها تاني. بدل اللقب هنا بنكتب طفل. طيب تعالى هنا نبص في حاجة تانية مختلفة. هنا موضوع مختلف شوية. هنا دي الأم بنكتب اسم الأم الأول عادي طبيعي، وبعد كده اسم السلاش، وأهم حاجة السلاش ده مهم جدا. وبنكتب اسم الأب واللقب بتاعها اللي هي أنسة. طيب هو إيه ده؟ ده بقى الرضيع. الطفل والرضيع بيكون ليهم شغل تاني على التيكت، هنشرحه بعد كده. هنفتح أقواس، هو بيتكتب كده بالظبط. هنكتب اختصار رضيع INF، وبعد كده سلاش اسم الرضيع، الحتة اللي جاية دي مهمة جدا، سلاش تاريخ الميلاد، عشان النظام يعرف أو شركة طيران تعرف إن دوت رضيع. طيب لو عملت كل ده وما كتبتش تاريخ الميلاد هيترفض، فأنت لازم تكتبها بالظبط زي ما هي مكتوبة قدامك كده. تاني حاجة معانا هي رقم التليفون. ده اختصار ثابت بنكتبه AB اللي هي افون تقريبا، وبعد كده بنكتب اختصار الدولة القاهرة، وبنكتب رقم التليفون زي مفتاح الدولة كده، +20 +99 كده، هي زيها كده، دي كده زيها كده. وبنكتب رقم التليفون عادي خالص.
بعد كده الايميل برضو ABE، ركزوا فيها الاكواد دي ثابتة، الاسم // gmail.com. طبعا هنا بنكتب الايميل بقى، الايميل ادرس كله. وبعد كده TKTL، طبعا تأكيد مبدئي للرحلة. ده بيكون تاريخ التأكيد. إضافة المسؤول ده بيكون حضرتك كموظف حجز طيران، الRF، وبعد كده بتكتب اسمك، مش شرط اسمك كله يعني، هو ده بيكون راجع للشركة أو المؤسسة اللي أنت آه، موظف فيها يعني. ال AT أو ال ER، هو دايما نستخدم ال ER بيكون أفضل، ده بيحفظ حجز التيكت عشان ترجع له تاني بعد كده. طيب، دي النهاردة كانت فيديو بسيط كده أو شرح بسيط لإضافة إضافة بيانات الراكب على حجز على ملف البنر. أتمنى تكونوا فهمتوا منها، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديوهات الجاية. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.